اهلا يا فاطمه. يا اهلا وسهلا. تفضلي شرفي تفضلي. كيف احوالك؟ الحمد لله بخير. طمنينا. الحمد لله تمام. كيف الرحله كانت؟ والله من وين جيتي؟ من الرياض، من جده، من دمام؟ من الشرقية. من الشرقيه، من دمام. بالتحديد من سيهات، منطقة اسمها سيهات. يا اهلا وسهلا فيكي. بدي لكم بس فاطمه هاويه التصوير واصبحت محترفه. يعني قبل ما ندردش معاكي شوي تشوف الاسباب بدي اخبركم قصتها. فاطمه هاويه التصوير، متزوجه من شاب سعودي اسمه اسعد، في حب، في تفاهم، عندهم ولدين ما شاء الله اطفال صغار. فاطمه حابه كانت تعمل شيء بالحياه، وهذا الشيء بالسعوديه يعني مش متاح لاي امراه. حكيت مع زوجها اسعد وافق، بل بالعكس شجعها. هوايتها التصوير، حبت انها تصبح مصوره محترفه، وانها تخرج تروح الى الحفلات الى المناسبات تصور وينحط اسمها على الصور، واصبحت مصوره في السعوديه، مصوره مشهوره. يعني القصة لو كانت مثلا من بلد عربي آخر مثل لبنان، مثل مصر، مثل الإمارات، مثل المغرب العربي، مثل يعني كانت قصة عادية جدا ما تستاهل إنه حدا يجي على هالاستوديو ويقول شكرا. ولكن هذه السيدة حبت إنه أمام ملايين المشاهدين تعطي هيك علامة، تعطي مبادرة، تعطي هدية إلى زوجها اللي فعلا يقدر ويحترم على موقفه، لأنه أتاح لها فرصة أنه تحقق أمنياتها، تحقق طموحها، وتصبح مصورة محترفة. صح ولا لا؟ بعدين أنا نسيت أنه صرتي تصوري ما شاء الله عارضات أزياء ايوه الحمد لله. كل شيء تتنقلي زي ما انت بدك؟ ان شاء الله في المستقبل القريب في المستقبل؟ اي حتشوفوا شيء ضخم ان شاء الله قريبا. معرض يعني؟ ان شاء ممكن الله تعملي معرض تصوير؟ ان شاء الله حتشوفوا شيء ان شاء الله. ان شاء الله حينعرض بعد على الشاشه. طيب ليكي انا بدي اسالك سؤال، انت كان فيكي تتشكري انت وبالبيت؟ لا. ما تشكرتيه بالبيت؟ تشكرت وخلصت، بس لا لازم الناس كلها تشوف من هو زوجي. طيب انت في رساله من وراء هالمبادره اللي انت فيها، رسالة إلى المرأة والمرأة السعودية بشكل خاص. بالضبط. وإلى الرجل السعودي بالضبط، وخاصة المحجبة والمنقبة. يعني شو بدك تقولي لهم؟ هاتي بهالرسالة. يعني أنت امرأة سعودية منقبة بالتحديد، يعني مش محجبة بس، يعني لازم تطلعي وتشكري أي إنسان يستحق الشكر مهما يكون، زوجش، أبوش، أمش، مو تخجلي لأن أنت امرأة منقبة. قولي ليك الشكر هو دليل حضارة ودليل ثقافي. صح. والشكر هو نوع آخر من التسامح. الشكر فضيلة. صح. يعني ومن يشكر ومن يشكرون يزاد لهم. أكيد. كما يقال. أنا بهنيك على المبادرة. شكرا أستاذ. وبدنا نشوف، لأنه أرسلنا دعوة لزوجك باسمي أنا، أخذها ساعي البريد، راح بنشوف إذا وصل له إياها، وإذا كان راضي يجي، يمكن ما يجي. يا هلا يا جورج، احنا اليوم راح نقابل الأستاذ أسعد ونسلمه دعوة الحضور. أستاذ أسعد؟ اي نعم الأستاذ أسعد. كم عمرك؟ 33. عندك كم ولد؟ ولدين. هذه دعوة حضور من الأستاذ جورج قداح. تسلم لي أنت والأستاذ جورج قداح. مثل ما شفنا أسعد تلقى الجواب، تلقى الدعوة بكل رحابة صدر وفرح، يعني كأنه فرح عارف أو شاكك إنه بده يربح المليون، ما بعرف، يمكن.
خبرناكم قبل شوي قصتها لفاطمه زوجته. فاطمه مختلفه قصتها شوي، يعني مش جايه تطلب السماح ولا جايه تعتذر عن شيء، بالعكس هي جايه تشكره لاسعد زوجها سعودي وهم من الدمام من المنطقه الشرقيه. بقى جاي فقط تقدم له هالهديه اللي هي شكره امام ملايين المشاهدين. اسعد صار خارج الاستوديو، نحن بانتظاره، بدنا نرحب سوا باسعد. هلا باسعد. هلا باسعد. اسعد اهلا، ما شاء الله. مرحبا عمو، مرحبا حبيبي. ما شاء الله. شفت الاولاد معك؟ اي جبنا الاولاد. يا رجل كثير خطيره القصه، ليش جبت الاولاد معك؟ لازم نجيبهم، لازم؟ ما بيرضوا. ما شاء الله ما شاء الله. اهلا وسهلا فيكم. شو اسمهم ما شاء الله؟ قول لي اسمك حبيبي. ايش؟ عزيز. ها؟ عزيز. عزيز. عديد ها. وانت؟ عباس. ايش؟ قول لي مره ثانيه بابا. قول مره ثانيه. عباس. عباس. عدوا هون، حطهم بحضنك. عدوا. اوكي. اهلا عزيز وعباس، عين الله واسعد. يسلمك حبيبي. كله بالعين. اهلا وسهلا باسعد. كم عمرك عباس؟ قول لي 3. قول لي 3 بسم بابا. الله ما شاء الله. اسعد اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك حبيبي ان شاء الله. انا شفتك هيك تلقيت الدعوه واخذت الرساله وفرحان، فيا ريت فيني اعطيك مليون. والله تمنينا تعطينا مليون. ما في حد بيرفض حقك دعوه يا حبيبي يا استاذ. تسلم الله اسعد، الله يخليك. الله. والله يا اسعد انك يعني انا سالت عنك، سمعت اصداء كثير طيبه. الحمد لله رب العالمين. طبعا سبب دعوتك ما له علاقه بالفلوس. صح. لا في مسابقه ولا في فلوس. البرنامج هذا اسمه المسامح كريم. يعني انت مثلا بكون عندك خلاف مع حدا من اهلك، من اقاربك، من جيرانك، من ابناء المنطقه، وخلاف قديم، بيجي على البرنامج لهون بيطلبك حتى يعتذر منك وترجعوا العلاقه زي ما هي. شاكك بحدا؟ نهائيا لا. مش انا اللي دعوتك، انا كنت الوسيط، في شخص دعاك. يا ريت هيك تعطيني فكره اذا كنت عارف مين او شاكك بحدا. ما عمري شكيت في حد يعني، او ما في بالي اني اشك في حد. زعل حدا بحياتك؟ لا والله الكل راضي، الكل الحمد لله رب العالمين. غريب. ليه بدهم يدعوك لهون؟ إن الشرف ان نجي نشوفك ونشوف هالجمهور. لا هيدي ما انا لي الشرف، وانا بشكرك انك جيت، وبشكرك على رحابه صدرك، وبشكرك اكثر انك جبت هالولدين هالشابين الحلوين عزيز وعباس. ولكن المسألة مش هون. مسألة انه بهالبرنامج في ستار، وهذا الستار ما بينفتح الا اذا كان سامحت الشخص اللي هو دعيك. فكر لشوف، اذا عرفت مين تاخذ المليون. هات لشوف. مش كده ماني بزعل. عندك حد من عمومتك، من اقاربك؟ مشكلة يعني ما اتوقع انه في يوم زعلت حد، وحتى لو زعلت حد بروح بحبه على راسه وبتسامح منه حتى لو كنت الغلطان. بس ما فيش حدا بذهنك يعني؟ لا ما في حد الحمد لله رب العالمين. ما في. وام عيالي لو غريب. تزعل مني والله ما بنام يعني، ببوس فوق راسه وبراضيه حتى لو كانت هي زعلان مني بعد. بتزعل منك هي؟ لو اكيد بتزعل، لازم في خلافات في كل بيت يعني، بس اقول لك لو كنت انا لو هي مزعلتني ما بنام الا ما بكون براضيها اول. ام عيالك؟ ام عيالي. انت متزوج امراه واحده؟ امراه واحده الحمد لله. نعم. شو بتشتغل حضرتك؟ مندوب شركه. مندوب شركه. مزعل حدا من الزباين؟ والله ما ادري. لا؟ ما اصحاب الشركه؟ الحمد لله رب العالمين يعني، احاول ان نرضي الكل. ما في اي مكان. يا سيدي، صار لازم تشوف مين دعاك، ما هيك؟ حلو. بدي اياك تطلع بالشاشه وتشوف. هذا انا مزعلهم عيالي. ايه رايك؟ هذا ست الحبايب، ما بقدر اقول هاي شيء. ست الحبايب. انت محسب هيك.
انت مفكر بس هي جاي. هذا البرنامج قلنا لك المسامح كريم. هي جاي تقول لك شيء خطير. حلو، خلينا نسمع. بدك تسمع؟ اي شو عليه؟ شو عليه؟ عم بقول لك شيء يمكن ما ترجع معك على السعوديه. نقعد معه هنا مكان. انت بتقعد معه هنا؟ خلاص اذا ما بترجع معي اقعد معه. انت بتقعد معه؟ خلاص اذا ما بترجع معي اجلس معه هنا عندكم. انت مستعد تسمع الخبر الخطير اللي بقول لك ايه؟ مستعد؟ مستعد. بعثت لك رساله مش طلاق، ما فيها تبعت لك رساله طلاق. اذا بترسل لي رساله يا رساله حب اسمح لي اقول يعني قدام الجماعه، او رساله يعني بتقول لي بتشكرني على اي شيء. والله اذا بتصير فيني ما اتوقع نهائيا يعني. انا شايفك انك مش مغشوش بس واثق كثير من نفسك. الحمد لله رب العالمين. بدك تسمع رسالة؟ تفضل حبيبي. حضروا له المحارم. زوجي غير المخلص أسعد. من صوتك حلوة بس أتوقع أنها بتكون العكس الكلام. طيب هلا رح بقرا لك رسالة. خلينا بالجد هلا. زوجي الحبيب المخلص وقرة عيني أسعد. الله يسلمك. خلاص؟ تكفيها ولا بلا؟ كمل، ما كلام حلو خلينا نسمع. ايه المشكلة؟ في الواقع احترت كثيرا قبل أن أكتب لك هذه الرسالة، فهل تكفي؟ احترت. في الواقع احترت كثيرا قبل أن أكتب لك هذه الرسالة، فهل تكفي لتعبر عما بقلبي تجاهك؟ وقد وجدت أن مشاعري أكبر من الكلمات والحروف، كما وجدت أن أكثر ما أشعر به تجاهك مع حبي وتقديري هو الامتنان. ولهذا جئت هنا اليوم كي أقول لك شكرا. شكرا زوجي الحبيب على كل ما تفعله من أجلي. ليس سهلا على المرأة، هون القصة، ليس سهلا على المرأة أن تخرج على التلفزيون وتعبر عن مشاعرها تجاه زوجها، لكن ما أفكر فيك حتى أشعر أن ما أفعله الآن تستحقه وتستحق المزيد. شكرا لأنك دعمتني ووقفت بجانبي حتى جعلتني امرأة ناجحة لا تشعر أن هناك شيء ينقصها. وشكرا على موقف لم أخبره للبرنامج لكنك تعرفه، ولا أريد أن أتذكر منه سوى أنه الموقف الذي جعلني أشعر فعلا أنني مهمة عندك وشيء أساسي في حياتك. أنا أشكرك يا زوجي العزيز على كل ما تفعله من أجلي، وأشكرك لأنك موجود في حياتي. الحمد لله. شعر. وأتمنى من ربي ألا، هذه أهم شيء، أتمنى من ربي ألا يبعدني عنك. يا الله يا كريم. وأعدك أن أحافظ عليك وأن أسعى لأن أسعدك وألا أغضبك أبدا، وإن حدث لا قدر الله فاعرف جيدا أنك لن تتردد في أن تقول لي المسامح كريم. ما في مسامحة. نحن يعني هيدي القصة يمكن ما بتدخل بسياق برنامجنا، إنما حبينا نعرضها القصة أسعد لأنه أنت فعلا شاب سعودي تستحق التقدير. الله يسلمك. وهي امرأة سعودية أيضا تستحق الإعجاب لأنها شجاعة وأنت تستاهل. الله يسلمك. بتصور إلا شيء هيك قبل ما نفتح الستار حتى نسمع، لأنه والله ما بقدر أعبر، بس أقول الله يدوم المحبة، وهم انتين في حياتي شيء كبير وما أقدر أستغنى عنك. يكفي أن هذين الاثنين معانا طول العمر إن شاء الله مع بعض. فاطمة
بدك تقولي له شيء هيك تسمعينا صوتك، انا ما سمعت صوتك بعد. ما في مشاعر حاليا. بس هي الرساله كافيه؟ تكفي؟ بيشوف عيوني وبيعرف ايش اقول له. شوف بقى. الله يرضى عليك. يعني بالواقع فاطمه عبرت كل شيء عندها بهالرساله الحقيقه، انه بتكتب كمان كويس وبتمنى لها كل التوفيق، وانت شجعتها برافو عليك. يعني اصبحت مصوره وبتملي حياتها وناشطه والى اخره. بدنا نفتح الستار يا جماعه، ينضموا العائله لبعضهم. تفضلي فاطمه، على تفضل 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 اسعد، جيب الاولاد. يا اهلا وسهلا. انا بهنيكم اثنينكم. الله يسلمك حبيبي، هذا نصيبك. انت لك فضل كبير، وهي مثل ما قلت ست شجاعه. الله يوفقك انت كمان بنشاطك. يا الله. وانتم مثال هيك للاخلاق، للثقافه، للحضاره. الله يوفقكم. يا الله يا اتمنى كريم لكم ان شاء الله. كل السعاده. يا الله يا كريم. وشكرا على شكرك. الله يسلمك. يعني الشكر صفة جميلة. حلو الواحد أحيانا يتشكر الإنسان اللي عامل معه منيح، ما ينسى الجميل. بقى أنا بدي أتمنى لهم كل التوفيق، لأنهم كابل، زوجين مثاليين في السعودية. اجوا حكيوا، اجت السيدة حكيت أمام ملايين المشاهدين. هو رجل سمح لزوجته أنها تتحرك وتروح بمجتمع طبعا نعرف قديش في نوع من الضوابط والضغوط على المرأة. أنا بشكركم، وبنلتقي بقصة جديدة مع المسامح كريم.